وكلة ساهلة كتوجد في دقيقة. لاطة ديال الحوت بنينة صحية كلها منفعة بخضر طبيعية. غادي نوجدها للعشاء، تقدروا توجدوها للغداء او العشاء. غادي ندير لكم معاها كلاص شوكولا. كيف ما كتشوفوا كيجي لذيذ بزاف، مذاقه خطير جدا. خليكم مع الطريقة ديال التحضير. نبداو على بركه الله. كيف ما كتشوفوا خديت الحوت نقيته مزيان وغسلته. تقدروا تستعملوا اي حوت متوفر عندكم اللي يجي في الفران. صافي عندي الخضره، القزبر المعدنوس مع الثومه، قطعتهم مع الثومه. خديت البطاطا وخيزو درتهم يتسلقوا. وغادي نوجد العطريه ديال الحوت. غندير الربيع كيف قلت لكم، قزبر معدنوس مع الثومه، الملحه، معلقه ديال البزار، سكنجبير، الخرقوم البلدي والكمون، ومعلقه ديال التحماره. غنضيف معلقه اخرى. غنعصر نص حامضه. وغادي نضيف الزيت، من الاحسن تكون الزيت البلديه. غنضيف كذلك معلقه ديال الموطارد كيعطي واحد النكهه زوينه. صافي غادي نحرك. غنضيف قطيره ديال الماء ضروري باش نرقد الحوت. صافي دابا غادي نبدا نرقد الحوت، غندهنو مزيان. صافي وغادي نحطو حتى يطلق يشرب هذيك العطريه ديالو. صافي من بعد ما تسلقت لي الخضره خيزو البطاطا، غادي ناخذ اللاطه اللي غادي ندير في الفران. غادي نستفهم فيها بهذا الشكل هذا. ممكن ديروا خيزو هو التحتاني على حسب اللاطه اللي عندكم. انا عندي اللاطه كبيره. صافي درتهم بحال يعني المسلوقين غادي ياخذوا طياب واحد. صافي من بعد درت شويه لاصوص من الفوق ديال العطريه اللي درت ديال الحوت اللي دهنت بها نيت الحوت. صافي وغادي نستف الحوت بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا. صافي خديت مطيشه قطعتها، بس الفلفله حتى هي. تقدروا ديروا الالوان ديال الفلفله كتجي حمراء صفراء كيعطيو منظر زوين في اللاطه. صافي بصلتي قطعتها على داك الشكل. غادي نحلها. الحامض درت الحامض مصير. صافي وغادي نستف. غنستف الخضره كامله، مطيشه، بصله، وكله في دقيقه. صراحه بالزربه كتوجد كيف ما شفتوا معايا، ساهله. صافي كتوجديها كتخشى في الفران دقائق، صافي 5 دقائق تقريبا كتوجد. كيجي الشكل ديالها زوين وكتجي بنينه وصحيه. ما فيهاش احسن من المقلي بزاف. يعني من الاحسن الفران. انا كنفضل ديما اللاطه ديال الفران. دابا غادي ندوزو للكلاص. كيف ما كتشوفوا معايا درت كلاص كيجي بنين حتى هو. المكونات ديالو ساهلين، سهل من هاد اللاطه اللي شفتوا دابا. خليكم مع المكونات. نص لتر ديال الحليب، علبه ديال كريم شونتي، معلقه ديال السكر كلاصي. من الاحسن السكر كلاصي في الكلاص، كنفضل السكر كلاصي للسنيده من الاحسن. صافي وغادي نطلعهم. بالنسبه للكريم شونتي ملي كتبغي ديري مثلا تشيز كيك شي لعيبه هكا، يعني كدير غير كاس معاه. في الكلاص كنديروا نص لتر. فين ما تبغي ديري كلاص بغيتي ديري معاه كريم شونتي ديري نص لتر كامل باش ما كيجيش عاقد بزاف. دانون هو اللي كيجمعو. يعني ديري دانيت. انا مادام انني ندير كلاص شوكولا قلت ندير دانيت. تقدري بينت لكم دانون، تقدري تعوضي بدانون عادي غير باش كيجمع لينا داك الكلاص. صافي وغادي ندير فلون شوكولا. صافي وغادي ندير ساشي ديال بودر كاكاو. غندير المكسرات، اللوز وكركاع دقيتهم شويه غير هرمشتهم. درتهم حتى هما كيعطيو مذاق زوين. وبالنسبه لهاد الكلاص تقدروا ديروا اي نكهه بغيتو. يعني في عوض الشوكولا تعوضوا بفريز، اي نكهه بغيتو، كراميل، اي نكهه. صافي غادي نحرك مزيان. من الاحسن بالفوي باش يتخلط ليا كلشي مزيان.
غنحرك مزيان على هذا الشكل صافي. ودابا غادي ناخذ المول فاش غادي نديرهم. غناخذ هاد لي مول ديال الزاج كيخرج كميه كبيره كيف ما كتشوفوا. مهم تقدروا ديروهم في الكؤوس نيشان وتزينوهم، تقدروا ديروهم غير في السوبيره عاديه، مهم شي حاجه اللي كتبقى في الكونجيلاتور. خديت انايا هاد لي مول ديال الزاج حتى هما كيبقاو في الكونجيلاتور عادي وكيداروا حتى في الفران. المهم كيف ما كتشوفوا مكونات قليله يعني مقادير قليله وخرجت لي كميه كبيره ديال الكلاص كيف ما كتشوفوا. وجدت لكم لاطه كتوجد في دقيقه، كلاص حتى هو كيوجد في دقيقه، ساهل، المكونات متوفره. غادي نزينوه، التزيين كيبقى اختياري. غادي نزينو باللوز وكركاع على هذا الشكل هذا، ديجا اصلا درتهم معاه كيجي بنين بزاف. خاصكم ضروري تجربوه ديروه باي نكهه بغيتو صافي. وغادي نزين كذلك بقطع الشوكولات، تقدروا ما تزينوش حيت المذاق ديالو كافي، ديروه في الكيسان نيشان صافي. انا زينته على هذا الشكل هذا صافي. هذا هو الشكل النهائي ديال الكلاص اللي حضرت معكم اليوم. كيف ما كتشوفوا كيجي الشكل ديالو رائع والمذاق اروع، مذاق خطير، خاصكم تجربوه باش تحكموا. كلاص كيوجد في دقيقه كيف قلت لكم، ساهل اقتصادي، مكونات اللي متوفره. كنتمنى يكون عجبكم الفيديو اللي شاركت معكم اليوم. غبت عليكم مده ولكن عندي لكم الجديد ان شاء الله. غادي نشوفوا فيديوهات متنوعه وكل مره غادي نحط لكم فيديو في شكل اللي غادي تستافدوا منه اكيد، ماشي شي فيديو اللي تافه. وما تنساوش الناس اللي مازال ما اشتركوش عندي في القناه يشتركوا وخليوا لي كومونتيرات وديروا لايك للفيديوهات ديالي. وشكرا على المتابعه.